السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد بارازيت مهم في عائلة النيماتود ألا وهو التريكينيلا سبايراليس، ودي بتجي بسبب أكل لحمة الخنازير الغير مستوية. فالإنسان بيحصل على اللارفا اللي بتتحول في السمول انتستين إلى أدلت ميل وفيميل. الميل بيخص بالفيميل عشان الفيميل تولد لارفات، واللارفات دي بتروح للمصل وبتسبب المشاكل للإنسان. في البداية التريكريلا سبيراليس، وليه بنقول عليها كلمة سبيراليس؟ لأن هي دايما بتحب إن هي تلف نفسها على شكل حلزوني، وخصوصا اللارفا بتاعتها بتحب إن هي تلف نفسها على شكل حلزوني، عشان كده بنقول عليها سبيراليس. أما هي الهابيتات بتاعها بيكون فين؟ فبتعيش في السمول انتستين. أما المورفولوجي بتاعها بيكون شكله إيه؟ هي طبعا بتكون من الراوند دور، وبتتكون من أدلت ميل وفيميل زي ما انتم شايفين. الميل، لكن العجيب هنا الميل هنا لما بيخص بالفيميل مش بيبيض وبينزل بويضات في الاسطول، لا، العجيب هنا ان هي بتولد لارفات. بتولد لارفات زي ما انتم شايفين كده، هي مطلع، هتلاقوا ان الفيميل بتطلع لارفات زي ما انتم شايفين كده، شغاله تولد في اللارفات. فاللارفات دي بتروح تنتقل بعدين من السمول انتستين عشان تروح للمصل وبتسبب المشاكل للانسان. اما على اللايف سايكل فهي بتبدا بالثلاث اشياء دول، لا اما الانسان او الفئران او الخنازير، فكل منهم مصاب بالتراكينيلا سبيراليس زي ما اتفقنا ان هي موجوده في السمول انتستين. اول ما بتنزل في السمول انتستين اللارفا وتتحول لادلت ميل وادلت فيميل، فهي ما بتكونش موجوده في اليومن بتاع السمول انتستين. اما بتكون موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الوول بتاع السمول انتستين. هو الوول بيتكون من ميوكوزا وسب ميوكوزا وادفنتيشيا، فهي بتكون موجوده في طبقه الميوكوزا. بعد ما بتاكل وتتغذى، والميل بيخص بالفيميل عشان يولد لارفات مش تنزل بويضات. بتولد الفيميل اللارفات عشان بعد ما تولد اللارفات دي تروح لأقرب بلاد فيسلز عشان تروح مع السيركوليشن وتروح للمكان المفضل بتاعها ألا وهو المصل. المصل ده بتروح لمناطق وليها مصل كده هي بتحبه، زي مثلا الدلتويد، عضلة الديافرام، عضلة الحجاب الحاجز، البايسبس. فالعضلات اللي احنا بنقول كده اللي بتاعت الرياضة كده اللي هم في بايسبس وترايسبس، هي بتحب بايسبس. ولو تخيلنا ان ده التشو بتاع المصل وهي موجودة في اللارفا دي ورعت فيه، هي بتروح بعدين تحيط نفسها بحاجة كده سيست، في اللحظة دي بنسميها انسيستد لارفا. هي بتحب اول ما بتروح المصل بتحط نفسها بانسيستد لارفا، او بنقول عليها تريكنا كبسول، بندلوها كده بنقول عليها تريكنا كبسول. الفكرة كلها ان هي تريكنا كبسول. طب هي دلوقتي موجودة في المصل، طب هي ازاي هتنتقل؟ لو بنتكلم على خنزير ازاي هتنتقل ليه؟ الخنزير ساعات بعد بيكون متوحش، وساعات بعد ما يلاقي ان اخوه او الخنزير ده مات ممكن عادي تلاقيه شغال ياكل في لحمه وبيتغذى عليه عادي. وتلاقيه شغال برضه متوحش، وتلاقيه لو في فئران ميتة قدامه او في فئران ممكن يموت الفئران دي وياكل الفئران دي اللي موجودة فيها الانسيستد لارفا. طيب الفئران ازاي بتنتقل ليها؟ الفئران ممكن تنتقل ليها ان هي ممكن لو لاقت، ممكن الفئران دي عادي ان هي تاكل الفئران اخواتها، يعني ممكن اخوها كده الفار التاني مات فعادي تتغذى عليه. وبرضه الخنازير لو لقيت خنزير مثلا ميت ممكن تتغذى عليه. طيب بالنسبة للإنسان، وده الأهم بالنسبة لي، إزاي أنا هيحصل على الانسيستد لارفا دي؟ طبعا لو أكل لحمة الخنزير دي وكانت غير مستوية كويس، أو طبعا في الدول التانية مثل الصين وكده فبياكلوا القوارض دي، فممكن برضو تنتقل ليهم. فكده بعد ما عرفنا اللايف سايكل ازاي بتتم، فعايزين نعرف حاليا مين الديفينيتيف هوست، وهل في انترميديت هوست ولا لا. مين من الديفينيتيف هوست؟ طبعا هو الانسان هو الديفينيتيف هوست، بينما طبعا سواء الفار او الخنزير دول كل منهم ريزرفوار هوست. ليه قلنا عليهم ريزرفوار هوست على الرغم ان هم الثلاثه كان فيهم الادلت؟ لان دي الكائنات ذات نفسها فبنقول عليها ريزرفوار هوست، هي الكائنات اللي بتخزن فيها المرض اللي هيحصل على الانسان. اما الانسان بقول عليه الديفينيتيف هوست. ولو كنا عاوزين نعرف مين الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج، الدايجنوستيك ستيج يعني انا ازاي هشخص؟ طبعا انا لازم لو عملت اسبيريشن للمصل دي هلاقي فيها اللارفا دي. طب انفكتيف ستيج انا ازاي اتصبت؟ انا اتصبت لما اكلت لحمة الخنزير دي اللي كانت موجودة فيها الانسيستد لارفا.
اما الهابيتات فهي السمول انتستين. اما عن الاعراض اللي بيتعرض لها البيشنت، لو اخذنا من اول الانتستينال فيز والادلت وورم موجوده في السمول انتستين، فالبيشنت ده بيتعرض للجاسترونترايتس. وفي الجاسترونترايتس ده البيشنت ده بيتعرض لفيفر، ارتفاع في درجه الحراره، وكمان الفومتنج اللي هو القيء، وكمان النوزيا اللي بتجيله والاحساس بالترجيع، وكمان كوليك ابدومينال بين هو الالم الفظيع في البطن، ومعاه الدياريا هو ان هو الانسان ده بيفضل يروح الحمام كتير شغال ينزل في الاسهال. وكمان بعد ما اللارفات والادلت فيميل بتولد اللارفات وبتروح مع البلاد فيزلز عشان تروح لاي تيشو بتاع مصل وبتقعد فيه، فهنا بنقول عليها المصل فيز. المصل فيز هنا بالنسبه لللارفا بالنسبه لجسم الانسان فده حاجه غريبه، فانا بحب وجسم الانسان هيروح يهاجمها بخلايا المناعه، فبتحصل في الحاجه دي حاجه اسمها الرجي مانيفستيشن. طب الالرجي مانيفستيشن دي بتحصل ايه فيها؟ بيكون فيها هنلاقي الفيبر برضو ارتفاع في درجة الحرارة، وكمان هنلاقي الهيدك اللي هو الانسان ده حاسس بالصداع، وكمان معاها الانوركسيا والماليزيا. الانوركسيا ده بيكون ان انت اصلا ملكاش نفس ان انت تاكل. الماليزيا ده بيكون احساس بالارهاق والتعب وان انت حاسس نفسك متعب ومرهق. وكمان بسبب الالرجي مانيفستيشن دي بنلاقي ان بيحصل حاجه اسمها فيشل ايديما، نلاقي ان الوش الانسان كده متورم، تحسه كده متورم، حتى تحت عينه وفوق عينه كده هتلاقي ان هو متورم، فبنقول عليها الفيشل ايديما. وكمان بسبب ان اللارفا دي بتعتبر جسم غريب، فالانفلاميشن اللي حصل حواليها فالمصل دي بيحصل فيها مايوسايتس. المايوسايتس ده بيبقى التهاب، وبتلاقي ان العضلات دي لو ضغطت عليها كده بتلاقي ان في الم فيها. وكمان دي نادر جدا يعني هي ممكن تحصل، ولكن عادي ان هي تحصل. اللارفا دي ممكن تروح للهارت، الهارت ده يعتبر عضلة فممكن تروح ليه وتسبب المايوكارديتس. وكمان برضو ممكن تروح لللنج وتسبب النمونيا، وممكن في حالات نادرة ممكن تروح للبرين وتسبب الانكفالايتس. أما عن التشخيص فبيتم من خلال أول حاجة الهيستوري. الهيستوري ده بنشوف الإنسان ده هل هو أكل لحمة الخنزير أو لا، وكمان بنشوف الكلينيكال بيكتشرز، الأعراض اللي اتعرض لها البيشنت، مثل الفيشيال إديما. بنلاقي إن الوش بتاعه الدكتور كده لما بيجي يشوف الشخص ده بيلاقي إن الوش بتاعه متورم أو في كده حوالين عينه كده يحس إن هو متورم ومنتفخ. وكمان بيشوف الفيفر هو ارتفاع في درجة الحرارة. وكمان بيشوف الميوسيتس. الميوسيتس ده التهاب في العضلات، فبيروح يحسس على عضلة البايسبس والعضلات زي عضلة الدلتويد وبيشوف هل في ألم ولا لا. أما برضو فهو ممكن بطريقة تانية، هو بطريقة الاسبيريشن، هي البيوبسي من المصل. هناخد جزء كده وهناخد حتة من المصل هنحط فيها الإبرة، وهناخد دي ونحطها على شريحة ونشوفها تحت الميكروسكوب، ولكن هي بتبقى طريقة صعبة وممكن يتعرض للبيشنت لمخاطر أكتر بعديها، فممكن ساعات بنضطر إن احنا منعملهاش ونلجأ للطرق التانية. طيب الطرق التانية ممكن من خلال السي بي سي، هي الكومبليت بلاد كاونت، ان احنا بنشوف ان الايزينوفيليا عنده ارتفاع في عدد كرات الدم البيضاء. وكمان من خلال الإلايزا ان احنا بنشوف الانتي بودي، لان هو جسم غريب زي ما اتفقنا فاتكون ضده انتي بودي، او من خلال الباكمان تيست. الباكمان تيست ده عبارة عن الانتيجين بتاع البرازيت ده، فانا بخففه لدرجة عالية خالص. ولما بخففه لدرجة عالية خالص لان هو طبعا الجسم ده ممكن يسبب لي الرجي عليه، فانا عشان كده بخففه خالص وبعجنه انتراديرمال. تمام. وبستنى كده بعد تلت ساعة، لو لقيت ان المنطقة دي حصل فيها احمرار والبيشنت شغال يهرش فيها فهو كده عنده البرازيت ده. أما عن التريتمنت فبيتم من خلال الميبينيدازول، ودي المادة الفعالة، ولكن الدواء هتلاقيه في الصيدلات عبارة عن الفيرموكس، وده بديه للبيشنت عشان يقضي على البرازيت. وكمان ممكن اديله السايوبندازول. أما الأعراض اللي بتعرض ليها فأنا بعمل سيمتوماتيك تريتمنت. بعالج الأعراض زي إيه؟ إن هو طبعا بيبقى عنده ارتفاع في درجة حرارة، بديله حاجة إن هي تنزل من الحرارة بتاعته دي. وكمان بيبقى عنده ابدومينال بين وهيدك، فبديله حاجة انالجيزك يعني مضادة للألم دي عشان تهدي معاه الألم. وكمان بديله كورتيكوستيرويد بسبب الانفلاميشن اللي حصل والمايوسايتس والألم في العضلات بتاعته، فبهديه بالكورتيكوستيرويد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. داتا الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام،
لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق.